اهلا وسهلا بكم. النهارده هكلمكم عن قصه نبي جميله جدا، بس قبل ما اتكلم عليها لا تبخلوا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. هو كان في نبي عنده ابتلاءات جامده. كل الانبياء مروا باشد الابتلاءات اللي محدش فينا فكر مع نفسه انه يقدر يستحملها ولا لا. انا مش هحكي لك موقف، انا هحكي لك قصه حياه نبي. كان في نبي غني جدا، يقال انه اغنى اغنياء زمانه، عنده أموال وأراضي وذرية كتير جدا، وكان عنده عدد كبير جدا من الجمال والغنم والخيول، وعنده 7 أولاد و3 بنات، ويقال برضو إنهم 14 ولد وبنت، والله أعلم. وكان عايش في أرض حوران في الشام، وكان محبوب جدا جدا بين الناس. سبحان الله. هو مين بقى النبي ده؟ أيوب، سيدنا أيوب عليه السلام. يا صبر أيوب. انت عرفت أصلا هو صبر قد إيه؟ لا، بس الناس كلها بتقول كده. أقول لك، في يوم من الأيام سيدنا أيوب صحى من النوم، لقى كل أراضيه اتحرقت، كل الإبل ماتت، كل الغنم ماتت، كل فلوسه اتحرقت. طيب الابتلاء كان كده بس؟ لا، مش كده بس، ربنا جعل أولاده يموتوا قدام عينيه، يبقى بيغسل ابنه ويكفنه ويدفنه في القبر ويسيبه ويمشي، والناس تعزيه ولسه نار قلبه ما بردتش، ويلاقي التاني مات واحد ورا التاني، وتكرر نفس الموضوع 14 مرة. الابتلاء برضو كان كده بس؟ لا، ربنا أصابه كمان بمرض جلدي، بقى جلده كله يتجرح ويتقرح ويتقيح، فالقرح ملأ جسمه، كان بيتألم ليل ونهار لدرجة إنه ما بقاش قادر على حركة لوحده بدون مساعدة. طيب الابتلاء كان كده بس؟ لا، الألم ما كانش ألم جسدي بس، كان ألم نفسي كمان، وكمان ما بقاش في مكان في جسمه إلا في مرض، ما عدا بقى لسانه وقلبه. فضل في المرض ده مش يوم ولا 2 ولا شهر ولا شهرين، لا، ده قعد مريض مش بيتحرك 18 سنة، وكل الناس قريب وغريب بعدوا عنه، وما بقاش حد يرضى حتى يقعد معاه، وبدأوا يتكلموا عليه، وطبعا انتم عارفين كلام الناس. ومع الوقت ما بقاش حد يتكلم معاه غير مراته و2 من أصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نبي الله أيوب لبث ببلاءه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه. صدق الله العظيم. زوجة سيدنا أيوب وقفت جانبه، ما سابتهوش، بقت تشتغل في خدمة البيوت عشان يلاقوا حاجة ياكلوها. فضلت وفية وصابرة ومحتسبة الأجر والثواب عند الله، لحد ما في يوم من الأيام اجتمع الناس ورفضوا يشغلوها عندهم. قالوا لزوجته: اللي أيوب فيه ده غضب من ربنا، وإحنا مش هنتعامل مع زوجة واحد ربنا غضب عليه. وبعدين هو لو نبي صحيح ومخلص لربنا هيدعي ربنا يكشف عنه البلاء ويستجيب. وعلى فكرة لو سبت أيوب وهجرتيه ساعتها بس ممكن نساعدك. مشيت زوجة أيوب، ولما رجعت البيت فقالت لسيدنا أيوب: أنت نبي، فادعو الله إنه يرفع عنك البلاء. فقال لها: أنا اتكسف إني أدعي ربنا، وأنا ما عداش عليا في العافية زي ما عدى عليا في البلاء 70 سنة. ليه بقى؟ لأنه كان صابر محتسب، بيذكر ربنا على طول، ما اشتكاش أبدا وما دعاش أبدا برفع البلاء عن نفسه. فلما شاف سيدنا أيوب الأكل قال لها: جبت منين؟ قالت له: كل بس الأول وبعدين نتكلم. فقال: أنا مش هاكل غير لما أعرف. فكشفت عن شعرها فلقاها بعد شعرها، فهنا أقسم إنه يضربها 100 جلدة بالصوت لو ربنا شفاه وبقى عنده قوة من تاني. ده أرجح الأقوال اللي اتفق عليها العلماء، عشان في روايات كتير عن السبب اللي خلى أيوب عليه السلام يحلف إنه يضرب زوجته. سيدنا أيوب لما شاف وضع زوجته اللي بقت فيه وإضرارها لبيع شعرها عشان تطعمه وتطعم نفسها، دعا ربنا، ما قالش: يا رب أنا متبهدل ومفيش حتة في جسمي سليمة من المرض. كان مكسوف جدا من حجم النعم اللي عاش فيها عمر طويل، مكسوف يطلب من ربنا يشيل عنه البلاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي يوم من الأيام سيدنا أيوب كان عايز يروح الحمام، فزوجته تأخرت عليه، فربنا أوحى له أن يضرب الأرض برجليه، فطلع نبع مية، فربنا قال له يشرب ويغتسل من النبع ده، وعمل كده فعلا وخف من المرض كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. صدق الله العظيم. وربنا كافأ الزوجة الصابرة الأصيلة دي، ورزق سيدنا أيوب ب 18 ولد، ضعف عدد اللي ماتوا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. طيب هو كده هو خف خلاص، وكان حالف لما يخف هيضرب زوجته.
ايه اللي حصل بقى؟ سيدنا أيوب كان حالف يضربها 100 ضربة، لكن زوجته عانت معه وتعبت عشانه ومتخلتش عنه في محنته، فما ينفعش يبقى جزء الصبر والوفاء انه يضربها. فربنا أوحى له انه يجيب 100 عود صغير من أعواد القش ويضرب بيهم ضربة واحدة صغيرة، فتبقى الضربة الرقيقة ب100 عود كأنها 100 ضربة. ربنا سبحانه وتعالى شاهد على صبر زوجة أيوب، فنزل الأمر عشانها من السماء، عشان جزء الإحسان ما ينفعش يكون إلا الإحسان. وبس كده المعلومة انتهت، وإلى اللقاء، سنعود بعد قليل.